مساء الفل على مستمعين بودكاست الكتابة فكرة وحلقة جديدة من سلسلة ليه رمضان. في الحلقة دي هنتكلم عن مسلسلين من مسلسلات ال30 حلقة ووصلوا لإيه بعد ما وصلوا لنص رمضان، وهل لسه متماسكين في أحداثهم ولا لأ. أول مسلسل هتكلم عنه هو فن الحرب ليوسف الشريف. أما اتكلمت عن المسلسل في حلقة الانطباع المبدئي، قلت إن المسلسل قدر يعمل حاجات كويسة، إنه ما يحرقش كل كروته في الحلقات الأولانية، وطبعا التخوف الأساسي كان إن المسلسل يقع في فخ الملل لأنه 30 حلقة. بس لحد ما وصلت للحلقة 19 المسلسل محافظ على رتمه، والسيناريو مقسم مجهوده ما بين الفلاش باكس اللي بنعرف فيها اللي حصل فعلا في موضوع الأرض اللي تسببت في حبس والد زياد، وما بين عمليات زياد والفريق بتاعه علشان يوصلوا لباقي الفلوس، في نفس الوقت اللي بيتعرضوا فيه لعدد من المعوقات اللي ممكن تبوظ عملياتهم، واللي عشان يقدروا يتخلصوا منها بيدخلوا في عدد من العمليات الأصغر من العملية الأساسية. تقسيم الجهد ده خلى السيناريو طول الوقت عنده حاجة يقولها، عنده أحداث جديدة أو تاريخ بيعرضه، فده كان مخليه مش بيقع في ملل. الدراما ابتدت تاخد مساحة أكبر شوية في أحداثنا، بس مش بشكل متزايد. لحد دلوقتي في توازن في المسلسل ما بين الدراما والأجواء الخفيفة، وابتدينا نشوف صعوبات أكبر بتقابل الفريق بتاعنا، ودي من النقط الإيجابية اللي ظهرت، لأن ده بيخليك مهتم أكتر برحلة الفريق علشان تعرف إزاي هيقدروا يتخلصوا من أي صعوبات ويوصلوا لهدفهم. والسيناريو كمان زود الصعوبات بشكل كبير على الفريق بتاعنا. في الحلقة 19 احنا شفنا الفريق بيفقد عضو فيه، وفي نفس الوقت الناس اللي اتنصب عليها اتحدوا مع بعض ووصلوا للفريق، ده غير وصول البوليس نفسه للفريق بتاعنا. الحلقة حطت صعوبات تقريبا تضرب الخطة كلها في مقتل، وده تحول مهم في الأحداث بصراحة، وبيأكد ان المسلسل مش مكتوب كعمل نصابين تقليدي. المسلسل بعد ما وصل للحلقة 19 أنا شايفه ذكي، عارف إمتى يشد الأحداث وإمتى يهدى، ودايما عنده حاجة يقولها، وبيحاول إنه يصعبها على نفسك بشكل يخليك مش عارف إزاي الأحداث هتمشي، حتى مش هتبقى متأكد إذا كان الفريق بتاعنا هينجح في هدفه ولا لأ. ده بالنسبة لكلامي عن فن الحرب. تاني مسلسل هتكلم عنه من مسلسلات ال30 حلقة هو فخر الدلتا لأحمد رمزي. يمكن أنا جيت على المسلسل ده شوية في حلقة الانطباع وقلت إن الكوميديا بتاعته صعبة تستمر 30 حلقة، بس مع الوقت لقيت إن المسلسل من بعد الحلقة ال5 تقريبا ابتدى يتحسن بشكل تدريجي وملموس. في الأول كان بطلنا فخر بيتحرك في أماكن كتير، بيقابل ناس كتير، فكنت بتحس إنك بتشوف سكتشات كوميدية كتير، وده كان مرهق في المشاهدة لأني بقيت حاسس إني فاتح تيك توك بتفرج على فيديوهات أحمد رمزي. لكن بعد كده أما بقت الأحداث ليها نطاق محدد ما بين البلد والسطح والإيجنسي اللي شغال فيها فخر، بقت الكوميديا أفضل، فكرة السكتشات قلت، وكمان ابتدينا نهتم بالقصة أكتر. حياة فخر العاطفية، مواقف في الشغل وبيتحارب إزاي، مواقف مع أصحابه على السطح، وعندنا خطوط تانية زي عابدين وبنته ومرض شلبي مأمون صاحب الشركة. فحتى لو هتحس إن الخطوط دي فيها كليشيهات، كونها متماسكة وبتحاول إنها تقدم لك كوميديا والمسلسل مش عاوز ينسى الهدف بتاعه، فده حاجة لازم يتم تقديرها، لأن ده خلى المسلسل فعلا اتحسن كتير. وبرضه عندنا لحظات درامية بتكون حاضرة ومؤثرة، وبرضه بتوازن إنها ما تكونش كتير. يمكن بس في مشكلتين أنا ملاحظهم، إننا ساعات بنطول شوية في المشهد الكوميدي، الإفيهات بتاخدنا ونلاقي المشهد لانجر وطولنا فيه زيادة عن اللزوم في بعض الأحيان. تاني مشكلة إن ساعات بلاقي قطعات في المونتاج صعبة قوي، ما بتبقاش سلسة، وحتى مع خوفي من إن المسلسل 30 حلقة فالخطوط اللي بيفتحها بيحاول من خلالها إنه يسهل على نفسه إنه يوصل 30 حلقة، حتى لو ساعات بيطول في الكوميديا أو بيمشي في خطوط تقليدية شوية. إنما بشكل عام لحد ما وصلت في الحلقة 16 فالمسلسل عارف يمشي كويس ويكون عمل مسلي تحس إنك بتفصل بيه. وأداء أحمد رمزي حلو من وجهة نظري، لأنه بيحاول التوازن ما بين الكوميديا واللحظات الجادة. فأنا مكمل مع المسلسل للآخر، بس كان لازم أقول إنه اتحسن فعلا ولازم تديه فرصة تاني، لأنه كتجربة شبابية يستحق الفرصة، وكمان يستحق التقدير علشان اللي بيحاول يقدمه. ده كده كان انطباعي للحلقات اللي تابعتها مؤخرا من فن الحرب وفخر الدلتا، والمسلسلين مكمل معاهم وفعلا ما زالوا يستحقوا المشاهدة. مناقشة الحلقة بقى، توقعاتكم إيه للحلقات الجاية في المسلسلين؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب أو على فيسبوك انستجرام، وتابعوني على تيك توك عادل أبو الفضل. ولو عجبتك الحلقة خليك شريك فيها بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الحلقة اللي جاية من سلسلة ليه رمضان، وسلام عليكم.